دارت الايام اخوتي، تزوجت بالسيده. توكلنا على الله. السيده تاني ليله الدخله قالت لي بغيت نهضر معاك. قلت لها نعم. قالت لي راه داكشي عندك ما طبيعيش. قلت لها كيفاش داكشي ما كيفاش ما طاب علاش كتهضري بعدا؟ قالت لي راك عارفني علاش كنهضر. راه انا واخا درتي انت داكشي البارح انا راه باقا بنت. ما وضحاتش، قالت لي راه عندك داكشي صغير صغير وصغير بزاف، راه خصك تراجع هاد القضيه هادي. قرا على الطول المثالي ولا الطول المزيان ولا المعقول، وراجع هاد الامور هادي، وراه خصك تلقى شي حل لهذيك المشكله اللي عندك. انا اقتنع انني عندي فريمون مشكل. قلت له ايوا صافي غنشوفوا شي نهار ونمشيو عند سيكسولوج ولا ما عرفتش هذاك الشيء كيقولوا لي، ونشوف واش القضيه فريمون كتستحق هاد المعاناه ولا لا. مشيت لعندو فعلا، تا هو اكد لي، قال لي راه عندك داك الشيء ناقص بزاف. يعني انا في ايامات البرد ما كيكونش فرق بيني وبين المراه، كنكونوا انا وياها بحال بحال. فهمتي؟ في ايامات البرد صافي كيتكمش، ماشي غير كيتكمش، كيدخل سوق جواه صافي ما تيبقى والو، يعني ما كاين والو. خصك فينيتا الا بغيتي تدخل المرحاض حاشاكم عزكم الله. خصني فنيته دائما نكون معلق فنيته في الجين ديال السروال، باش بحال الغلاله، شي غلاله، داك البابوش، الحلزون، ليسكارغو. حيت دابا بزاف ديال الناس كيسمعوا هنايا، خصك تقول النوطه باش كلشي يفهمها. ليسكارغو ولا الحلزونه كدير ليها بداك الفنيته هكا وكتجبدها باش بحال هكا، وخصوصا ديك اللي كتكون واحله لداخل، فهمتي؟ ودابا انت راه عندك الحلزونات، باقي عندك الحلزونات بالزلافه ديالك. لا انت معكس، انت بغيتي هذيك اللي لداخل وتبقى تقاتل معاها وتقطع لك داك الطريف وتبقى تجبد في الاخر كتلوحها. انا هكاك، انا هي هذيك الحلزونه اللي كتبقى واحده لداخل وخصك تبقى تقاتل معاها باش تجبدها. اما ملي كنتفاشي شويه وتنسخن صافي، يعني ما غيخدمش ليا داكشي. المدام ديالي يعني قالت لي خصك تتعالج هذه المشكله هذه عاد باش نقدروا اننا نعيشوا بخير. انا راه ما كنتمتع ما والو، انا ما نكذبش عليك، تيق ما تيقش دبر لمحاينك. انا عارفه راسي، ما عمر شي ولد المراه حط يدو عليا ابدا وابدا وابدا. وكنت من كنحس براسي عندي رغبات وباغي ندير شي لا حوايج، بقيت كنقرا وكنت متبع واحد الطبيبه وواحد الطبيب تا هو كيهضروا في هذه المجالات هادو، وبقيت كنثق راسي وتنوعي راسي على شنو باقي تابعني في الزواج، باش ماشي نجي نلقى عود ديال السنان كيتسناني ولا. وراه خص شي حل، خصك تصرف الفلوس، وانا ما عنديش هذوك الفلوس اللي غنبقى نصرف انا على الزبنداج والبندقاني وما اش كيقولوا ليه. بقى انا نصرف عليه صافي، بقى لي ندير ليه الحاله مدنيه انا ونشري ليه شكاره وندير ليه الكتوبه وندير للمدرسه يقرا. بقيت نهضر معاه، حاولت اني نقنعها، قلت لها شوفي غنعيشوا باش ما كان نديروا داكشي سطحي ونديروا كذا 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 كذا. قالت لي هي هما غنبغيو نديروا الاولاد. قلت لها راه الاولاد كيمشيو بداك المال اللي كيخرج، راه ماشي انا زعما اللي غادي ندخل لداخل نصنعهم ليك ولا قالت لي لا 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 صافي. المهم قالت لي صافي، المهم صافي نسى الموضوع نسى الموضوع. صافي نسينا الموضوع، تتعامل معايا عادي كزوجه. تا داكشي غير من الفوق الفوق. صافي اخترعنا طرق اخرى باش انها تمتع. سارت الايام اخوتي. بعدا ما كانش كيجي عندي طعام، ما كانش كيجي عندي للدار. قلت لي داك صاحبك ما دخلش لي خاطري ما يجيش عندي للدار. وتا هو تيقول لي مرتك ما بعد مره تنطلقا وتيشوفني تيسلم عليا من البعيد. ما تيبغيش يجي عندي، ما تيبغيش يتلاقى هو وياها. تقول لي ما تقلقش مني ولا ما دخلتش هي الخاطر اخويا وصافي. ما يا رانا سيدي، هادشي كله واقع وانا مقلوب عليا القفه. السيد كان كيمتع ليا المراه. هو راه الوقت اللي انا كنجر في الكابليات هو راه كيجر المدام في الكابليات. كيقاد ليها 5 جي و 3 جي وداكشي. وفين في داري؟ ايه، فين في داري؟ كيفاش غادي يحصلوا؟ ايوا سيدي، واحد النهار واحد السيده عندنا لتحت دايره بحال البومه، عينيها كبر من راسها، حضايه وبرقاقه. انا جاي طالع يقول لي اجي. قلت لها انا ما شري فيك لاباس، كاين شي ما نقضيو. قالت لي راه كيجي عندك الغاشي، كيجي عندك الغاشي للدار. رد البال، راه كيجي عندك الغاشي للدار، انت كتخرج كيجي الغاشي. ديري لي الكود للتليفون. بغيت ندخل نقلب التليفون ما بغاتش. التليفون بقى عندي. قلت لها صافي ما بغيتيش، انا غنمشي عند المخزن ونقول لهم دوزوا لي التليفون في الخبره، راه مرتي كتخونني. كيفاش؟
تطعني في شرفي، كيفاش الخيانه، واش تسطيتي، واش انت بعقلك، واش انت فاعل. فعلا ديتو لواحد السيد، حل هذاك التليفون، دخلت فريمون الواتساب هي وياه، الاوديوات، الهضره مع طه، الهضره تصاور، لي زابيل فيديو، كيهضروا في داك النهارات اللي كان كيجي فيهم هو في الدار عندي، في اوديو اعترافات، تيهضروا فيا، تيقول ليها فريمون، تيقول ليها راه ديما تندخل انا، تيخرج لي هو البلانين هو الاول، كنوض انا نقلب النهارات باش نتخالف معاه. يعني انايا ملي قال لي راه مرتك كذا، ما دخلتش ليا راسي، وهي كتقول لي ما عنديش مع داك صاحبك، خلاوني انني نبعد على دائره الشك. مشيت لعند المخزن، السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا، راه شوقه عندك ما يفيد؟ اخويا عندي التليفون ديالها هو فيه اوديوات ديال الدري صاحبي كيهضر معاها، هي هذيك يعني كاينين شي اوديوات فيديوهات تصاور بيناتهم، فهمتي، كيتصور حيت كان تليفونه زايد شويه. درت، مشيت لعند المفوض، خشيت داكشي كامل في سيدي، شاف السيدي، شاف هذيك الروينه، دار لي محضر معاينه، مشيت دفعت السيدي، مشيت دفعت الدوسي في الصندوق. كاين الا عندك الحق تمشي تشوف الوكيل ديريكتومون. مشيت شفت الوكيل، شرحت ليه الواقعه، عطى امر باش انه يلقى القبض عليهم بجوج، خداو عام الواحد ديال الحبس. هاد الصدمه هادي اللي موراها صافي خرجت من الخدمه، بقيت غير جالس في الدار. الوالده تصدمت، الوالد تا هو مسكين تأزم، هو اللي بقى كيصرف عليا ديك المده. الدار غير سديتها، الوالد مسكين اللي كيخلص ليا كراتها، قال لي ما تعاودش كلشي ازيرو، اجي جلس معنا تا وكان توقف على رجليك، وانا ما عندي لا حنين لا رحيم، ما عنديش خويا اللي غنحط عليه راسي ولا. كاينه واحد اختي مزوجه في برا، بقى الوالد مسكين مقابلني، كيخرجني، كيديني الحمام، كيفوج عليا، كيديني نمشيو الصباح بكري نلعبوا كره، عمر عليا وقتي. أه دوزتها، دازت علي، كنوض بالليل كنبدا نبكي، صبحال شي دري صغيور.